مباشر عبر الانترنت. كما قلنا لكم واضح جدا أننا نتحدث ونتكلم من أرضية ميدان ملعب براقي، ملعب نيلسون مانديلا. هذا الاسم الذي يعرفه أحرار العالم ويعرفه الجزائريون جيدا. نيلسون مانديلا، هذا المناضل الإفريقي الذي قبع في السجن ما يقارب 30 سنة من أجل قضية واحدة، وهي الحرية والمساواة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ونيلسون مانديلا كان يناهض ويقاوم العنصرية ويطالب بالمساواة. نيلسون مانديلا أيضا من الذين جاءوا إلى الجزائر وزاروا الجزائر، سواء في محنتها أيام الثورة أو في الاستقلال. طبعا أنا هنا في هذا الملعب أقدم لكم هذا اللايف، هذا المباشر، من أجل أن نطمئن الجزائريين ونقول للشعب الجزائري: بلادنا ما زالت قادرة على الإنتاج، على تقديم كل ما هو جديد وكل ما هو مبهج. أيضا رسالة إلى جيران الجهة الغربية الذين طالما كانت أبواقهم تهاجم الجزائر وتتهم الجزائر بأنها غير قادرة على تنظيم تظاهرات عالمية كبيرة. الحمد لله، يعني هذا ملعب من ضمن مجموعة من الملاعب تم تدشينها مؤخرا. حقيقة مشاعر جياشة وتدعو إلى الفخر وإلى الاعتزاز. أنا صراحة يعني منبهر أمام هذا الصرح الرياضي العظيم، يعني أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز. ندعو المشاهدين إلى الاستمتاع معنا بهذه التحفة المعمارية التي حرصت الدولة الجزائرية على تدشينها وتحضيرها في أقرب الآجال. ملعب نيلسون مانديلا هو واحد من ضمن مجموعة من الملاعب تم الانتهاء من الأشغال بها لتكون على أهبة الاستعداد من أجل تظاهرة العدنان الشان، هذا اللي رانا مقبلين عليه، وأيضا تظاهرات رياضية أخرى. الجزائر قدمت ملفها، وأعتقد إذا كانت كل الملاعب مثل هذا الملعب الجميل الذي نحن به الآن، إذا كانت كلها في مستوى الفخامة ومستوى العظمة، نعم يحق للجزائر أن تترشح أيضا لكأس إفريقيا للأمم وبطولة كأس إفريقيا للأمم. لا أريد أن أكثر الكلام، لأنه المنظر والمشهد والصورة تغني عن كل كلام وعن كل تعبير. يعني أمر رائع وجميل. أسامة، شوف صور الملعب، يشوفوا المشاهدين، يشوفوا معنا. نحاول أن نتنقل قدر ما استطعنا داخل في هذا الملعب. احنا رانا في بث مباشر الآن، ملعب نيلسون مانديلا. والله أتمنى من كل جزائري ولكل جزائري أن يزور وأن يأتي إلى هذا المكان الجميل، وإن شاء الله يعني أكيد من خلال الصور اللي شفناها أيضا في ملعب تيزي وزو، أيضا مستوى فخامة عالي جدا. إن شاء الله نزوروها كلها ونقدر لكم بث مباشر من هذه التحف الرياضية. هنيئا للجمهور الرياضي، يعني خاصة الرياضيين يهتمون كثيرا بهذا الجانب. وأيضا خلونا معليش نتكلم على الأبواق الإعلامية نتاع الخارج التي تشكك في كل ما هو جزائري، وتشكك دائما في قدرات الجزائر. هذا أفضل رد على الأبواق الإعلامية، هذا أفضل رد عليهم. هذا هو الكلام الذي يجب أن يقال في مثل هذا المقام. ها هي بلادكم، افتخروا بها. اليوم هذا ملعب نيلسون مانديلا، وغدا إن شاء الله الجامع الأعظم، وإن شاء الله نحن في انتظار مشروع بناء مستشفى كبير يخص الجزائر. لكن الأبواق الإعلامية
التي لا تكف عن التشكيك في كل ما هو جزائري. اليوم من قلب ملعب نيلسون مانديلا نهنئ الشعب الجزائري. الكثير من الناس ربما رايحين يقولوا أنه يعني ما قيمة ملعب، نحن بحاجة إلى مرافق أخرى. لا، الحمد لله، الحمد لله. يعني هذا أول الغيث، هذا الملعب الجميل والملعب الأنيق، وإن شاء الله في انتظار إيجاد مشاريع أخرى. إذن نخليكم تستمتعوا معايا بهذا المشاهد وهذا المناظر، أفضل بكثير، ونكاية كما أقول، نكاية في كل من يحقد على الجزائر. تفرج يا ابن بوسبير، لأنه الكثير من رانا نشوفوا في الكثير. أني دخلت درت ورا الشاشة باش نشوف التعليقات، فوجدت الكثير من العياشة. يعني تفضلوا وتفرجوا واحرقوا قلوبكم، خلوا قلوبكم تحترق من الحسد. تفرج، هذه هي الجزائر الآن. هذا واحد من ضمن مجموعة من الملاعب تم تدشينها على أعلى، أسامة تبع معايا، على أعلى طراز ممكن. العياشة راهم بكثرة في الصفحة اليوم أسامة، ربي يستر. معليش، خلي يكحلوا قلوبهم، خلي يشوفوا، خلي العياشة يشوفوا. أسامة صور لهم، وري لهم يشوفوا. هكذا يا العياشة، كحلوا قلوبكم وتفرجوا. العياشة ولاد بوسبير، شوفوا. أنا وأسامة اليوم رانا في عن مؤسسة الحوار الجزائرية تي في، نخاطبكم من قلب ملعب براقي، ملعب نيلسون مانديلا. هذا هو ملعب نيلسون مانديلا يا العياشة. أنا عارف الكثير منكم لا يعرف من هو نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا يعرفه الأحرار في العالم. نيلسون مانديلا الذي قبع في السجن 27 سنة، ثم اختار بعد ذلك أن يأتي ويزور الجزائر. صور لهم أرضية الميدان، خلي يكحلوا شوية في التابي، خلي يشوفوا شوية التابي. شوفوا العياشة، تفرجوا عياشة. طبعا الجزائريين والمواطنين الجزائريين والشعب الجزائري سعيد جدا بهذا التدشين، وإن شاء الله نزيد نعمل لكم بث مباشر آخر من ملاعب أخرى إن شاء الله يتم تدشينها، وما نبقاوش غير مع الملاعب. نوروا لهم يشوفوا المكتبة الوطنية، ونوروا لهم يشوفوا جامع الجزائر. الجزائر يبقى بلد عظيم وبلد شامخ، في حين الأعداء يموتون غيظا، يموتون كمدا وهما. أسامة يعني يصور لهم المدرجات، يشوفوا المدرجات. افتخر أيها الجزائري، افتخر. هذا الشان وما أراه الآن وما يراه الجزائريون أعتقد أنه يؤهل إلى الجزائر إلى أنها تحتضن منافسات رياضية أخرى. ملعب كهذا يعني رحب وواسع وجميل. إن شاء الله هي الملاعب الأخرى أعتقد أنها في نفس المستوى أو ربما أفضل. راح نكونوا نحتضنوا كأس إفريقيا للأمم ومنافسات رياضية أخرى. أنا مش معروف عني أنني صحفي رياضي أو أهتم بشؤون الرياضة، ولكن لما يكون حدث جميل كما هذا، حدث يدعو إلى الافتخار وإلى الاعتزاز، لازم نكون موجود. ما زلنا في ملعب نيلسون مانديلا من براقي. الآن كما راكم تشوفوا رانا في المدرجات، طلعنا للمدرجات. ما لا أذكر سعة هذا الملعب أسامة، بصح لو كان نشوفوا العياشة اللي راهم يتبعوا هما راهم يعرفوا أخبارنا يعني من كثرة متابعة أخبارنا بالك واحد يحط لنا يحط لنا سعة هذا الملعب. راكم تشوفوا يعني هذا منظر من فوق من المدرجات. أسامة يعني صور الأرضية،
راكم تشوفوا عملية التهيئة على قدم وساق، عملية التحضير والتجهيز. منظر قلت يبعث على الفخر وعلى الاعتزاز. من هنا من مدرجات ملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالجزائر العاصمة، نحن نقدم لكم هذا البث المباشر عبر قناتكم الحوار الجزائرية TV. وحبذا لو أن هذا البث يصل إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين والمشاهدين. نريد أن نقول لكل الجزائريين يحق لهم أنهم اليوم يفتخروا. هذه نقطة مضيئة، يعني ملعب جميل مثل هذا يعني نقطة مضيئة، لأنه شفنا وسمعنا في السنوات الأخيرة وفي الآونة الأخيرة الكثير من الملاحظات وجهت في نقطة الملاعب، كيفاش الجزائر ما عندهاش ملاعب كبيرة، كيفاش، وخاصة المخزن كما عارفين يعني العدو التقليدي للجزائر اللي دائما يشكك في قدرة الجزائر وإمكانياتها على أنها تحتضن مباريات مهمة وتحتضن دورات رياضية مهمة. أثبتنا لهم في وهران ألعاب البحر الأبيض المتوسط، يعني أثبتت الجزائر علو كعبها، هذا مصطلح رياضي، علو كعبها، أثبتت علو كعبها في تنظيم تظاهرة إقليمية دولية كبيرة اللي هي ألعاب البحر الأبيض المتوسط، واليوم رايحة تنظم الشان. فعلاش يعني دائما نستمع إلى الأصوات السلبية، الأصوات المثبطة، بالبلاد هذه ما فيها والو وتعبنا منها وما كانش. هو أمامكم هذا التحفة المعمارية. لأنا شخصيا أنا رياضي، لست رياضي عفوا، وما عنديش علاقة بالصحافة الرياضية، ولكن كنت حريص على أنني نكون موجود اليوم في افتتاح الملعب أمام الصحفيين وأمام الإعلام. اليوم كما تعرفوا الذي أشرف على بناء هذا الملعب وزارة السكن والعمران، سلماته لوزارة الشباب والرياضة، خلاص بعد انتهاء الأشغال، تقريبا انتهت الأشغال به، سلماته وهو في هذه الصورة المشرفة، هذه الصورة الجميلة الأنيقة اللي طالما انتظرناها وانتظرها الشباب. هذا مش الملعب الوحيد بالمناسبة، هناك ملاعب أخرى أيضا راها على قدم وساق وراها في اللمسات الأخيرة يعني نحو افتتاحها، بالإضافة إلى ملعب وهران اللي شفناه اللي كان في قمة الروعة وقمة الجمال وقمة الإتقان. هذا البث المباشر كما أقول لكم أو كما قلت لكم هو من مباشرة من مدرجات ملعب نيلسون مانديلا. وقبل يعني ترجعوا شويه تطلعوا لفوق يعني راح تلقاو ايضا عملنا لكم فيديو بث مباشر من قلب الملعب، من ارضيه الميدان. الان رانا نجولوا في ارجاء ملعب نيلسون مانديلا انا واسامه اللي ارتبط كثيرا اسمه باللايفات اللي نتكلموا فيها على العياشه جينيرالمون. اليوم انا وياه رانا رايحين نقدموا لكم في ماده تدعو الى التفاؤل. ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمه براقي، مدينه براقي. رانا نجولوا في ارجاء هذا الملعب اللي راه موجود في واحدة من ضمن أهم المناطق في الجزائر العاصمة، مدينة براقي. راح تنظم منافسات الشان. احنا رانا الآن في المدخل الرئيسي من الفوق، من أعلى الملعب، رانا الفوق الآن المدخل الرئيسي. نشوفوا اللافتة يعني نعم، أسامة يشير لي أننا لازم أن نورو لكم تشوفوا كيف يتم تعليق اللافتة بالملعب. خلوكم معنا، راكم الآن على المباشر
يتم تركيب اسم نيلسون مانديلا على واجهة الملعب. راكم تشوفوا الآن العمل مباشر، يتم تركيب، صور أسامة ملعب، شوفوا الفوق، ملعب نيلسون مانديلا. هذا هو الملعب. ناس بزاف ربما سوف تسعدهم هذه الصورة وسوف تبهجهم هذه الصورة. الحمد لله. راكم تشوفوا في اللاعب العامل عفوا. ربي يعاونكم، الله يبارك. هيا نشوفوا أسامة، نشوفوا خارج الملعب. صح ربي يعاونكم، ربي يعاونكم، بارك الله فيكم، الله يبارك فيك. صحيت. هذو العمال تاع الملعب وجهونا التحية. نعم. تفضلوا. والعياشة خلي أسامة يعني خلي يشوفوا، يتفرجوا شوية العياشة، يشوفوا راهم قلوبهم تحترق. أنا على بالي بهم راهم يتبعوا في اللايف، ولكن واش نديروا لكم؟ الجزائر بلد كبير وبلد عظيم، وإحنا ناس تاع أفعال ماشي تاع أقوال. إحنا ماناش تاع شعارات، حنايا ناس رانا نورو لكم في الملموس. هذا ملعب من ضمن مجموعة من الملاعب. إن شاء الله أنا إذا أتيحت لنا الفرصة بكل تأكيد رانا رايحين ننقلوا لكم بث مباشر، أيضا ننقلوا لكم بث مباشر من نقاط أخرى أو من ملاعب أخرى. هذا ماشي الملعب الوحيد بالمناسبة، ملعب نيلسون مانديلا ما راهوش الملعب الوحيد اللي يتم تدشينه في في هذه الحقبة، ما نقولوش هذه المناسبة، لأنه سبحان الله هذا الملعب راح يعمل إن شاء الله طيلة ما أحيا الله البلاد، هذه البلاد وما أراد الله لهذه البلاد أن تكون. الله يحفظ الجزائر، الله يحفظ الجزائر، والله يهيئ البطانة الصالحة بإمكانها أنها تساهم وتساعد وتعمل على تقديم الوجه المشرف للجزائر. احنا عملنا هذا اللايف في قناة الحوار من أجل ماذا؟ من أجل أننا نطمئن الناس، وإحنا أيضا نطمئن، لأنه الأبواق الإعلامية قال لك الجزائر هذه راه ما فيهاش ملاعب وما راهيش قادرة تنظم تظاهرات رياضية كبيرة وما كانش. ها هو ملعب، هذا واحد من ضمن المجموعة. عندنا ملعب وهران الله يبارك، راكم شفتوه، شفناه كامل، شفنا الأداء نتاعو في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وعندنا ملعب نيلسون مانديلا. هذا شوفوا فقط أسامة يشير قال لي وريهم، قال لي شوفوا الباركينج، هذا الباركينج موقف السيارات. الله يبارك. يعني الناس اللي جيت تتبع المباراة، هو موقف السيارات. هذه لو كان جات في بوزبير راهم داروها كاع كيف. احنا الحمد لله رانا دايرين حاجة مفيدة للناس ومفيدة للشعب، راهم زرعوها كيف ونتمسخر انا واسامة والله. نكملوا الجولة انا واسامة خويا. اسامة عندك هذه اللافتة، ويلكم تو نيلسون مانديلا ستاديوم. هذا راهم قال لك بالانجليزية، قال لك ويلكم تو نيلسون مانديلا ستاديوم، يعني مرحبا بكم في ملعب نيلسون مانديلا. شوف الله يبارك أسامة، الشعلة هذيك تبان تاع المصفات هذيك. خير الله يبارك، الخير لما يكون مع بعض. أسامة صور لهم الملعب، لا نريد أن نغادره أو نتركه بلا ما نشبعوا الجزائريين من شوفته ونحرقوا قلوب العياشة ثاني يشوفوه يعني. هذا بث مباشر يأتيكم عبر قناة الحوار الجزائرية تي في، نتابع فيه التحضيرات للشان. نشوفوا الأعلام، أعلام الدول الإفريقية وهي تصطف أمام الملعب. أعلام الدول الإفريقية كلها موجودة. الجزائري يحق له أنه يرفع راسه ويفتخر
ويفتخر ببلاده الجزائر. هذا رانا في محيط ملعب نيلسون مانديلا. إذا متابعينا الكرام، أتمنى أنكم استمتعتم معنا بهذه الجولة. نلتقي إن شاء الله في بث مباشر جديد. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.